ده أساسي، فده جزء من شغلك أصلًا إنك تعمل ريبورتات. يعني الريبورتات اللي أنا قريتها النهارده ده بيثبت لي إن ما فيش حد عندكم خالص الskill بتاعة الreporting. ف يعني هي الناس كويس إن هي حاولت الصراحة، ده شيء محترم جدًا، يعني أحيي ال7 اللي حاولوا حتى. واللي ما حاولش أظن إن هو يحاول يجرّب بقى بعد المَرّة اللي أنا يعني بعد الشرح اللي أنا هاحاول أقوله مثلًا أو تبسيط لموضوع الreporting. وتحاول تفهم بقى إن الreport بيتعمل إزاي، لإن دي مهارة soft skill. خلّي بالكم إن الinterview إحنا عندنا بيتقسم لجزئين، يعني جزء أصلًا بيبقى الHR هو اللي بيقعد يسألك كام soft skill كده، بتعرف تعمل report، تعرف تكلم الclient إزاي، طب تعرف تعمل إيه. بعد ما بتعدّي بقى من المرحلة دي يقوم مودّيك للtechnical، فأنت مش هتوصل للtechnical من غير ما تكون عدّيت على الHR أصلًا. ده في معظم الشركات كده يعني، ما تستهونش بskill زي دي عشان دي skill مهمة جدًا يعني. تعالَ كده ناخد نفتح لكم بقى screen share كده ونتأكد إن إيه الshare تمام. الshare عندكم تمام؟ طيب، خلاص تمام. تعالَ بصوا نتعرّف، يعني مش عارف أنتم أكيد في ناس عارفة منكم الموقع ده وفي ناس مش عارفاه. للي مش عارفه، ده موقع medium، ده موقع بيبقى عليه حاجة اسمها write ups. الwrite ups ديّة بيبقى ناس لقت ثغرات حقيقية، بيبتدوا إن هم يشرحوا هم عملوا إيه في اللاب، ماشي؟ خلّينا ناخد كده على تعالَ ناخد example كده مثلًا على الroom اللي إحنا كنا إيه، حليناها، ماشي؟ أنتم المرّة اللي فاتت أظن يعني اللي حل الtask خد فكرة عن الريكوستات كويس، وابتدى يفهم الheaders الrequest بيبقى متكوّن من إيه، والردود بتاعته بتبقى عاملة إزاي، صح؟ طيب. ده أهو الشكل أهو الواحد، عامل أهو الroom اللي إحنا حليناها اللي هي الHTTP in detail ديّة، وده بقى الشكل اللي المفروض أنت وأنت بتعمله يبقى بالمنظر ده. أولًا في ناس عاملة الصور الأول وبعدها الreport، وده ما ينفعش أصلًا. هو الترتيب إن تكتب الreport الأول وبعدها تحط الattachments وراه، سواء بقى صور PNG بقى JPG PDF أيًا كان اللي أنت هتحطه. بس يعني أنت زي حتى أمّا بتكتب أي post، هل أنت بتقوم حاطط الصورة وبعدها الكلام، والّا الكلام وبعدها الصورة؟ أنا لقيت ناس حاطة screenshot وبعد كده قامت موضحة الكلام تحت، لأ هو المفروض الترتيب العكس، دي أول حاجة، ماشي؟ طيب هي هنا ده طبعًا بس ده عشان توضيح، بس هو المفروض إن هو يقوم كاتب الكلام ويرفق بعدها الصورة مثلًا، لو صورة في النُص أو في الآخر، ماشي؟ طيب بيبتدي مثلًا أهو بيكتب الشكل بتاع السؤال، بيبقى غالبًا معمول بbullet كده، وبيبقى تحته الإيه، الإجابة بخط عادي أو بالإيه، بالمنظر ده. مهم جدًا في الreporting إنك تبقى عامل الspacing والكلام ده مضبوط، لإن في ناس بتبقى ملزقة الكلام كله في بعض، أنت نَفْسك لو أنت خلّيتك أنت تقرا الreport بتاعك مش هتفهمه. فدي برضه تاني حاجة لازم تبقى مركّز عليها، خلّي بالك من الspacing أوي لإنه مهم حتى في الreadability كده، أمّا حد ييجي يقرا مكانك الreport اللي أنت عملته ده يقدر يفهمه، ماشي؟ طبعًا هو مطبّق الكلام ده بشكل كويس، ابتدى يsubmit الحاجة. طبعًا هو ده واحد مجاوب على طول، بس إيه، خلّينا برضه نحاول نشوف واحد بيفسّر بقى هو بيعمل إيه، لإن هو ده هدف الreport أصلًا، إنّك وأنت ماشي بتفسّر، أهو بالضبط كده. أهو ده شكل أهو report كده مثلًا، يكتب النُقط اللي هو المفروض تتشرح، وبعد كده يبتدي بقى يشرح كل جزئية لوحدها. مثلًا هنا بيسألك إيه الHTTP، فبيبتدي إن هو يجاوب مع شوية إيه، شروحات. بعد كده تاني يبتدي إيه، يفهّمه برضه يعني إيه الURL، يبتدي يكتبه كُلّه، وبعد كده يبتدي بُص يفصّصه أجزاء، أجزاء. فده التنسيق والreadability بيبقى أحسن بكتير. بيبتدي مثلًا هو لو هو في request معيّن المفروض ده بداية الrequest، بيبتدي بقى اللي هو يوضّح كل حاجة، الheader الأول اللي هو الHTTP protocol،
يشرح مثلا ان الموقع ده المفروض ان احنا ندخل على تراي هاك مي، نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا. فهو الترتيب السيكونس بتاعها المفروض انك زي ما انت فكرت ازاي تحل، هو ده المفروض اللي انت تكتبه، مش مجرد ان انا بكتب الاجابه او الانسر لان انا لقيت ناس قامت حاطه لي كذا بالفلاج كذا بالفلاج. فانت كده انت حاطط لي جايد انسر مش حاطط لي ريبورت. ماشي. فكل دي حاجات انا قريتها من الريبورتات اللي كانت موجوده يعني. بص هنا طبعا يعني كلها بتبقى توضيحات، بتبقى السؤال مكتوب وتحته الإجابة يعني. فأنت تبقى برضو في الريبورت يعني وضح له، ما تبقاش كاتب الإجابة كده طب فين سؤالها دي تبع إيه، فلازم تبقى موضح له السؤال اللي أنت بتجاوب عليه إيه بالظبط. وزي ما فكرت زي ما قلت لك ايه بتحط في الريبورت بتاعك. ماشي. ده يعني خلينا نتكلم كده يعني كلام سريع جدا جدا يعني ازاي الريبورت بيتكتب. اديتك برضو شوية تيبس كده، وانا ان شاء الله هبقى اوريكوا الرولز بتاعته بالظبط عاملة ازاي ممكن يعني من المرات الجاية. لان من المرات الجاية انا التاسكات كلها مش هتتسلم بطريقة عادية، لا هي كلها من المرة الجاية هتبقى ريبورتات. فانا قلت المره اللي فاتت قلت ايه الناس تاخد فكره كده عن الريبورت. عايزكوا كجزء من التاسك المره الجايه ان شاء الله هيبقى ازاي تعمل ريبورت، سيرش على ازاي تعمل ريبورت. وعايزك من المره الجايه بقى هسمع كل واحد هو إيه اللي استفاده من الفيديو اللي هو سمعه. ماشي. عشان برضو أأكد على المعلومة اللي هو عنده. أه حد عايز يسأل حاجة عن ريبورت مثلا معين، حاسس إن هو عمل حاجة غلط مثلا من الناس السبعة اللي موجودين يعني اللي عمل سبميت للريبورت؟ اتفضل. ماشي. هو انا اوريدي بدات كتابه في الريبورت، وبدات يعني تقريبا الروم الاولاني شغال فيها تمام. مم. بس الفكره في حاجه ان يعني انا شغال كويس، بس مش عارف هل انا ماشي صح ولا غلط. فاهم الفكره؟ يعني طيب انا يعني ممكن عشان تبقى كده تبعت طلبت لي منكم مثلا اعمل سكرين نفسي شوتس روتين. مع بعض على الواتساب، وممكن اديك مثلا ريكومند تعمل لا كذا، حط دي شيل دي مثلا، الشكل ده مش حلو، الخط ده مثلا مش كويس، فاهم؟ خلاص قشطه لان جميل. هي حتى ليها ستاندردز معينه وانت بتكتب ريبورت كده مش اي حاجه وخلاص، فاهم؟ خلاص تمام اوكي. بس فده كده كان جزء بس سوفت سكيل اللي كده كنا عايزين نتكلم عنه بس في الاول، وبين لكم الاهميه بتاعته بالنسبه لو انت ان شاء الله هتشتغل في شركه يعني. بس احنا خلينا هو احنا بنتكلم على باج هانتنج ده الكورس بتاعنا فايه، خلينا مركزين من الناحيه التكنيكال اكتر يعني. بس طبعا انا بديكوا حاجه زي دي نصيحه يعني للي حابب يسمع بيها يعني. ماشي. طيب النهارده بقى هنتكلم اكتر عن ال HTTP requests والresponses، لان هي المره اللي فاتت اتقالت على السريع وقلت لكم ان ايه ان المره الجايه الموضوع هيتشرح باستفاضه اكتر، ولو حد عنده برضو سؤال معين يقدر يساله. بس لو هيسبق يعني بلاش يسبق، خلينا في الحته اللي انا بكون شارحها او كده. لو حد ساعتها عنده سؤال في الحته دي ماشي. ماشي. خلينا كده مثلا نفتح بيرب سويت من المره الجايه ان شاء الله. محتاج الكل ينزل بيرب سويت. خلينا نتعرف برضو بقى على البروجرام اكتر، لان المره اللي فاتت احنا ما شرحناش البيرب سويت خالص. لازم نفهم حاجه اساسيه جدا في البيرب سويت، وهو مصطلح البروكسي. ماشي. طيب خلينا نفتح كده مثلا وايت بورد هنا ولا حاجه عشان ايه نبتدي نوضح براحتنا. حد عنده معلومه يعني ايه بروكسي او ايه فايده البروكسي بصفه عامه؟ ماشي اتفضل يا محمد. استنى انت احمد عشان ايه محمد تقريبا اول مره يدخل معانا صح؟ انت رفعت ايدك ولا ايه رجعت في كلامك؟ طب خلاص اتفضل يا احمد. البروكسي دوت بيعمل يعني على ما افتكر اللي هو بيعمل ريكوستات من اي بي مجهول. يعني بيتن زي البيرب كده لما تيجي مثلا تعدل في الريكوست وتيجي تبعته، فهو بيبعته من ايه، من اي بي مجهول عشان ما يعملش مثلا بلوك او حاجه. مش فاهم، احنا هنفهمها كده يعني. ماشي بس هو 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 انت كده انت مش فاهم بالمعنى الاصح بالبروكسي. انت فاهم يعني ايه بروكسي اللي هو انت بتوقف الريكوست، بس يعني ايه بقى ايه اللي بيحصل؟ انا عايز توضيح فاهم. مش عارف هو مين اللي ما دخلش سمى نفسه، بس عادي يعني يفتح المايك كده هو ويتكلم.
بعتذر، بس هو حصل مشكلة في المايك، بس عشان كده كنت بتكلم بس مش واصل. خلاص ماشي قول. بس هو انا يعني اللي فاهمه برضو نفس الفكره، ان هو ان احنا زي بنجيب وسيط ما بين ان انا ببعت الريكوست والريسبونس، بيبقى فيه حد ما بين الاثنين، بدل ما انا ببعت للسيرفر على طول بشكل دايركت، بيبقى في حاجه في النص ببعت لها الاول، وهو بيبعت للسيرفر وبيستقبل هو من السيرفر ويبعت لي. بالظبط، انت الكلمة اللي انت قلتها هي كلمة واحدة وضحت لي ان انت فهمت خلاص. وسيط، هي الكلمة دي بس، هي دي انت ممكن تكتب بروكسي وسيط خلاص خلصت، فاهم؟ ما فيهاش حاجة اكتر من كده. تمام. اتفضل يا يوسف، عايز تشرح حاجة تانية؟ لا تمام كده. ماشي، يعني ما عندكش اي اضافة خالص؟ انا كنت هقول ان البروكسي بيبقى زي ما هو قال وسيط ما بين الكلاينت والسيرفر. في منه نوعين، اللي هو الريفرس والفرونت او الفورورد. بس هي دي الجزئية اللي انا كنت عايز اسمعها والله. عاش يا يوسف، كمل. ماشي. الريفرس زي اللي هو الفيرب اللي حاليا احنا بنستخدمه. هو ايوه بيبقى بياخد الريكوست من البراوزر يعني اللي هو ايه. خلينا اقول الفورورد الاول عشان نمشي بالترتيب. الفورورد هو اللي بياخد الكلاينت، بيبقى هو وسيط ماشي ما بين الكلاينت والسيرفر. الريكوستات اللي بتطلع من الكلاينت بيستقبلها البروكسي وبعد كده بتروح للسيرفر. الريفرس ماشي. بيبقى العكس، هو بيستقبل الريسبونس اللي بيرجع من السيرفر. جميل جميل ماشي. طيب يعني هي انت في حاجات بس يعني غلطات بسيطة كده انت كنت بتقولها في الكلام، بس هو كمنطق صح جدا، يعني انت بتقوله ده كله صح. ماشي. آه انا بس عايز اقول لكم حاجة، ان احنا يعني من المرة ديت خلينا نتفق على شوية رولز جديدة بقى من النهاردة. من النهاردة ان شاء الله اي تاسك بصفة عامة هيتسلم سلمه بشكل ريبورتات. ماشي، دي اول رول نتفق مع بعض عليها. تاني تاني رول هقول لك ما تقلقش. تاني رول، عشان تنمي نفسك في السايبر سيكيورتي، اهم سكيل بقى سوفت سكيل بغض النظر عن الريبورت، يعني الريبورت دي تاني اهم سكيل. اول اهم سكيل ديت واهم من الريبورتنج مليون مره كمان، السيرشنج. واظن طبعا ان انتوا اكيد لو انتوا سايبر سيكيورتي انجينيرز يعني لازم تكون عندك مهاره السيرشنج دي، ومش مهاره عاديه كمان، لا ده انت لازم تبقى ادفانسد في موضوع السيرشنج ده. اي حاجه تقف معاك في الدنيا لازم تعرف تسيرش عنها وتطلع الحل بتاعها. لان انت في لينكس مثلا لما تيجي تنزل تول ولا حاجه، اول حاجه هيحصل فيها ان التول دي هتضرب منك ايرور على طول كده. ماشي، ده شيء لازم تبقى انت متوقعه اصلا. لا هي لو عدت معاك من اول مره، دي ببركه ربنا كده. فالطبيعي انك تعمل ايه؟ تروح بقى تسيرش عنها بقى إيه بكذا طريقه. خليني يعني ممكن كبدايه هنت شويه ان انا اعرفك ازاي تسيرش. ويعني اي حاجه تانية بعد كده هشرحها اقول لك روح سيرش عليها بس دقيقتين بالظبط. لان في نوعين من السيرش، في اللي هو الفاست سيرش وفي اللي هو الديب سيرش. الفاست سيرش ده ان انا بضغطك اقول لك مثلا انت معاك دقيقتين يلا سرش على حاجه زي دي وارجع لي بالرد على طول. فدي حاجه انت ازاي تعرف تسرش بسرعه لو في حاجه انت اتزنقت فيها. لان انت ممكن وانت في شركه ولا حاجه يحصل ان دروب في حته معينه وانت مش عارف ايه اللي حصل. انت لازم ده تعمل فاست سيرش، تدور بسرعه ايه الحل، وتحاول ان انت تتصرف من قبل ما ايه، ما الكارثه تحصل. فالفاست سيرشنج ده مهم جدا، انك انا ما اقول لك مثلا معاك دقيقتين تدور، فانت حرفيا دقيقتين دي انت لازم تفهم انت هتفتح ايه وتسرش على ايه وتفهم وترجع على طول بالرد. ماشي. فخليني اساعدك مثلا لما اجي اقول لك يعني ايه بروكسي، اوضح لك انا لو كياسين هسرش على ايه او هعملها ازاي. ماشي. اكيد بديهي اول حاجه هسرش عليها هي جوجل. ماشي، ده اول حاجه. الناس طبعا ما بقتش مع جوجل، هو دلوقتي بقى يفتح جيميناي. ماشي، او شات جي بي تي. فيعني هو شات جي بي تي كويس وكل حاجه، بس يعني عشان المعلومه بالنسبه لك تثبت اكتر، بلاش تخليها شات جي بي تي او جيميناي، يعني حاول خليها جوجل احسن. يعني لو ما عرفتش توصل من جوجل او حسيت ان الموضوع معقد، خلاص لا حطها على الاي اي عادي. ماشي، المهم ان المعلومه توصل لك بشكل او باخر. السيرش هو مثلا انا شرحت لك يعني ايه بروكسي مثلا، فانا مش فاهم يعني ايه بروكسي بس، فاكتب مثلا واتس بروكسي. حلو. على فكره جوجل عمل حوار حلو جدا، موضوع اللي هو الاي اي الامبيدد اللي فيها ده بقى موجود وبقى بيشرح لك الدنيا على طول من هنا يعني. بص a proxy is an intermediary server that acts as a gateway between a user device and the internet. زي ما قال لك هو وسيط بين السيرفر بتاعك اللي انت عايز تروح له وبين اليوزر ديفايس والانترنت. ماشي. طيب
انت فهمت كده بصفه عامه خلاصه كده بالفاست سيرش، انت فهمت بالجمله دي خلاص، انت عرفت يعني بروكسي. طب انا بقى مش فاهم قوي بروكسي، عايز اتعمق في البروكسي، افهم انواعه والكلام ده كله. اهو بص، انت لو دخلت تحت شويه اصلا هتلاقي اوريدي فعلا تايبس اوف بروكسي. زي ما هو قال لك، ده فورورد بروكسي، وعندك الريفرس بروكسي، وعندك الترانسبيرنت بروكسي، والهاي انونيميتي بروكسي. ماشي. طيب ايه الفورورد بروكسي؟ ده بيقول لك ان الكلاينتس هو اللي بيستعمله عشان ياكسس external resource common in cooperate networks. طيب الريفرس بروكسي انا لسه ما شرحتش اي حاجه، ما تقلقش. sites in front of server to manage traffic, load balance, cache content or provide security. ماشي. طيب الفورورد بروكسي، او يعني خلينا نفهم منطلق البروكسي اكتر. وخلي بالك ان الصور برضه احيانا ممكن تفهمك، انت مجرد اصلا ما شفت الصوره دي انت فهمت ان البروكسي ده حاجه واقفه بين اليوزر والايه والانترنت اللي انت عايز توصله. خلينا نفهم اهو. بص الصوره دي كويسه لايه للشرح بين الفرق بين البروكسي او انواع البروكسيز الفورورد والريفرس. خلينا نقول ان البيرب بيقدر يعمل الاثنين، البيرب سويت ان هو يبقى فورورد بروكسي وريفرس. اول حاجه بصفه عامه انت كيوزر حلو، قدامك السيرفر اللي انت عايز توصل له، سواء مثلا جوجل سيرفر، ايا كان السيرفر اللي انت محتاج توصل له. يعني لو مش عارف سيرفر يعني ايه اصلا من الاول، فارجع شويه بقى للتسجيلات اللي ورا، لان احنا شرحنا الكلام ده في الويب بيسكس والكلام ده كله، وابتدينا نوضح الدنيا. اي جهاز بصفه عامه عندك انت او انت اللي بتستخدمه كمستخدم، فانت اسمك يوزر بالنسبه له، او الايه او الاند سيستم. ماشي. طيب لو انت شركه وعامل جهاز كبير، الجهاز ده جواه كميه بيسيهات مع بعض كده، ده بقى سيرفر. ماشي. ما بقاش مجرد جهاز واحد ولا اتنين. ماشي. فهو السيرفر يعتبر مجموعه كده من الديفايسز مع بعض كده، وبيسموه سيرفر، وهو ده اللي بيشتغل او بيرد بقى على الكلاينتس اللي بيبقوا عايزين السيرفيس معين. ماشي. طيب فالبروكسي بصفة عامة هو بيبقى جزء واقف، يعني انت ده الانترنت بتاعك وده اليوزر. اليوزر بيبتدي ان هو يحاول يوصل مثلا للسيرفيس ديت. طيب لو انا عايز مثلا انا المفروض لما بروح من اليوزر للسيرفر، المفروض ان انا بدي له HTTP request وهو بيرد عليا بال HTTP ايه response. ماشي. وفهمنا الكلام ده من المرة اللي فاتت. طيب انا بعت له دلوقتي طلب وهو قام رد عليا. طيب انا افرض بقى وانا ماشي في الطريق، انا مش عايز الطلب ده يتبعت بطريقه عاديه، انا عايز انا اغير فيه، بحيث ان انا كهاكر طبعا المفروض ان انا ابتدي افهم الريكوست كويس عشان اقدر اعدل، عشان اخلي السيرفر بدل ما كان يرد عليا بطريقه طبيعيه، لا يرجع لي حاجه المفروض ان هو ما كانش ايه يرجعها. طيب مين بقى اللي يسمح لي بحاجه زي كده ان انا اقدر اغير في ال HTTP request؟ هو البروكسي. ماشي. فخلينا نفهم كده ان البروكسي ده هو وسيط بينك وبين السيرفر اللي انت عايز تاكسسه، بحيث ان هو يقدر يوقف لك سواء ال HTTP request، وفي الريفرس بيقدر ممكن على فكره كمان اصلا يوقف لك الريسبونس اللي راجع من السيرفر. بس خلينا طبعا نقول ان احنا اللي بنستعمله اكتر طبعا، وهو ده الاغلبيه، اللي هو الفورورد ايه بروكسي. ماشي. اللي هو انت بتوقف الطلب اصلا من عندك قبل ما يروح حصل على ايه، يوصل لايه للانترنت، وبعد كده بقى تخلي الطلب ده يروح للانترنت ويروح عند السيرفر ويرجع لك بالايه بالريسبونس. ماشي. يبقى كده حد عنده مشكله في مفهوم البروكسي بصفه عامه؟ طيب انا ما قدرتش افهم مثلا من جوجل دلوقتي لو احنا بنتكلم على السيرشنج، وابتديت ان انا احاول اوصل بطريقه ما اخرى. عندك ايه الطرق التانية؟ عندك ريديت طبعا. بص انت لو خدت بالك هو حتى بيقول لك المصادر اللي هو سريش على. طبعا ريديت من اشهر المواقع برضك اللي بيحصل فيها على طول اسئله، او مثلا انت لو كتبت هنا مثلا بروكسي، فهو الناس بقى بتبتدي مثلا تسأل يا جماعة هو حد فاهم يعني ايه بروكسي؟ طب حد عنده بروكسيز مجانية؟ بتبتدي بقى انك تدور هنا. بس غالبا الريدت ده بيبقى ديب سيرش بقى، انت لو هتسرش وعندك وقت كتير، فابتدي يفتح ريدت واقرا المقالات اللي مكتوبة هنا، وممكن يوصلك لمعلومة انت ما كنتش عارفها ولا لا، الكلام ده كله. ف بصفة عامة الفاست ريسيرشنج بيبقى مثلا جوجل، عندك الاي اي، الكلام ده كله هيبقى سريع جدا. عندك بقى ديب سيرشنج مثلا ريدت، تقدر تسرش عنه برضو. عندك ميديم طبعا، ده من اشهر المواقع اللي فيها الرايت ابس، وده اللي هنستعمله كتير جدا 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 في الثغرات. وهو ده فعلا اللي بيفرق هاكر عن سكريبت كيدي، ان انت بتقعد تقرا ريل سيناريوز وبتوسع مداركك وبتحاول تفهم سيناريوز كانت بتحصل فعلا في بروجرامز حقيقيه.
مش مجرد واحد بيستعمل tool والّا 2 وهو مش عارف أصلًا الثغرة بتتكلم عن إيه، ماشي؟ آآ ده كده كان بالنسبة للsearching برضه حاجة كده تبع الsoft skill، وإن شاء الله من المرّة الجاية هاقول لكم يعني، وفي حاجات من النهارده برضه هاقول لكم تسيرشوا عنها، وهاسمع كل واحد هو سارش إزاي وإيه المعلومات اللي طلع بيها، يعني عشان أفهم برضه أنت قدرت توصل بالsearching لطريقة كويسة والّا لأ، ماشي؟ فخلّينا يعني أنا ساعدتكم إزاي على الأقل تبتدي searching مبدئي كده، وأنت ممكن أصلًا يبقى عندك حاجة أنا نفسي مش عارفها أنت بتسرِّش بيها مثلًا، فشوف بقى كل واحد كل ما يقوي مهارته في الsearching أكتر، كل ما طبعًا يبقى الموضوع بالنسبة له أسهل بكتير يعني في إن هو يفهم، ماشي؟ طيب آآ يبقى ده الproxy بصفة عامة، وهو ده اللي إحنا هنستعمله كتير جدًا، جدًا، جدًا بالنسبة الweb. طيب ليه بقى إحنا أصلًا بنستعمل الproxy؟ طبعًا عشان إيه، إحنا لمّا نيجي نبعت الrequest بتاعنا بتاع الHTTP، فإحنا بنبقى طبعًا محتاجين إن إحنا نوقّفه، لإن إحنا مش عايزين نبقى كإننا normal users، عايزين نبقى إيه، penetration testing أو bug hunters، ماشي؟ طيب فالrequest هنا بيروح، بعد كده بيتغيّر، بيبقى هنا modified، أنت بتبقى معدّل عليه حاجة معيّنة، وبعد كده هو الserver يا إمّا بيرجع لك بالرَد إن أنت تمام، والتعديل ده هو قبله ورجع لك بالحاجة فعلًا اللي المفروض ما كانتش ترجع، ماشي، وأنت قدرت تaccessها، يا إمّا هو بيبلِّك من أول ناحية الserver والproxy بيرجع لك يقول لك إيه، الserver بلِّكني إيه، ما ادّانيش أي response اللي هو الأوكي. طيب المرّة اللي فاتت برضه اتكلّمنا عن أنواع الHTTP requests، فعايز حد كده من اللي كان حاضر برضه الsession اللي فاتت كده يقول لي حسب الذاكرة بتاعته كده أو حسب هو ذاكر إيه هي أنواع الHTTP requests. اتفضل يا محمد. طيب هو ال HTTP ده اللي هو البروتوكول المسؤول عن الاتصال عامة بينك وبين الويب سايت، تمام؟ البروتوكول ده احنا أوكي. بنستخدمه عامة علشان تعمل كذا حاجة مع السيرفر او مع الويب سايت، سواء انك تحمل الكونتنت مثلا ككود ك HTML، او انك تجيب حتى الصور والفيديوهات وكل الكلام ده، تمام؟ ده يعتبر البروتوكول اللي بيخليك تتصل بالسيرفر، ده بالنسبة ل HTTP، تمام؟ في طيب ممكن منه أسألك سؤال هنا؟ اتفضل. تعرف الOSI الHTTP ده موجود جوّه أنهي layer في الHT في الOSI model؟ ال HTTP موجود في اوكي، مش في الاو اس اي دول موديل. 7 الOSI model 7 layers صح كده؟ بالظبط، عندك الفيزيكال والداتا لينك، تمام؟ ماشي الphysical والdata link. بعد كده عندك تقريبا الترانسميتد تقريبا. لأ. ماشي استنى يا يوسف أنت، اتفضل يا محمد. ماشي. يمكن يوسف عايز ينافسك فنستنى الراجل الريفرس العالمي. هو عايز ينافسني فعلا. أقول الأول والأو اس اي موديل ولا لأ؟ ماشي قول. أكملها؟ physical data ماشي. بعد كده نتورك، network بعد كده ترانسبورت، transport بعد كده برزنتيشن، presentation بعد كده سيشن، session. وبعد كده في حاجة سبعة مش فاكرها. أيوه. بس ال HTTP موجود في البرزنتيشن. لأ. بجد؟ الابلكيشن بالضبط. أيوه صح. وهي دي الlayer اللي هو الapplication. معظم ماشي. البروتوكولات بتبقى موجوده في الابلكيشن. بالضبط كده. أنت لو خدت بالك إن في ناس بتسمع إن في بروتوكول بيقدر يعتمد على باشمهندس صوتك اتعمل له ميوت، صوتك اتعمل له ميوت. ماشي. طيب يمكن عملت mute بالغلط. يعني إيه بقى بروتوكول بيعتمد على بروتوكول تاني؟ دي معناها إن أنا عندي لإن الOSI بصفة عامة أنت لو عندك أهو ده الsender وده الreceiver، ده اللي بيبعت الdata وده اللي إيه، بيreceive الdata. طيب أنت كsender لمّا تيجي تمشي في الOSI model بتمشيه من فوق لتحت والّا من تحت لفوق؟ على حسب كsender. على حسب انت على هتستقبل حسب ولا انت جاي منين، فاهم؟ sender send ولا أنا لو sender هامشي الOSI من فوق لتحت والّا من تحت لفوق؟ لو من انت فوق لتحت. سندر من فوق لتحت. ليه من فوق لتحت؟
علشان انت هتسند ازاي الا من عن طريق ابلكيشن، مثلا لو انا هسند عن طريق واتساب مثلا فده ابلكيشن، ليه اشمعنى وهكذا بقى. الابلكيشن؟ عشان هو ده اول بروتوكول اللي هو مين اصلا اللي هو ال اللي اي HTTP. حاجه. بالظبط كده. شفت بقى الحته اللي انت دي ممكن تكون انت مش مجمعها، ان ال HTTP اصلا ده كان في الابلكيشن لاير. فانت كسندر اول حاجه انت بتقوم فاتح الويب سايت، فاول ما مجرد ما فتحت ويب سايت انت بقيت HTTP على طول بروتوكول. ماشي. اوكي. طيب مجرد ان انت بقيت HTTPS يبقى انت بدايتك اصلا كانت من الايه؟ من من الابلكيشن لاير. الابلكيشن. ماشي. اوكي. بتبتدي بقى انك تعدي تاخد بعد كده حاجه اسمها السيشن، وده السيشن اللي هنتكلم عنه، ان هو عندك مفهوم في الويب، عندك السيشن والكوكي والتوكن. والاشهر انواع التوكنز اللي موجوده دلوقتي حاليا هي الجي دبليو تي توكنز. ماشي. طيب اللي بيحصل بقى في السيشن لاير، انت بتبتدي تاخد بتعمل زي استابليش او ترمينيت. يعني استابليش وترمينيت يعني ببدا سيشن او بنهي سيشن. طيب يعني ايه بقى سيشن؟ وايه فايده السيشن؟ عامه انا كل اللي انا بقوله انا بسال، فعادي اي حد يفتح المايك في اي وقت ويجاوبني على طول. ماشي. جاوب اي حد فيكم. ماشي يا يوسف، خش يا يوسف. خش يا يوسف يلا. طيب هي السيشن بنستخدمها عشان نسجل فيها البيانات، السيرفر بيستخدمها عشان يسجل فيها البيانات بتاعت الكلاينت، عشان بعد كده لما اجي اخش مثلا على الموقع تاني ما اقعدش اجمع الداتا دي تاني وابقى فاكره، لان ال HTTP هو ستيتلess بروتوكول، ما بيجمعش داتا، يعني ما بيحتفظش. التعريف اللي انت قلته ده على الكوكي. مش هي الكوكي جوه السيشن؟ ايوه، ايه فكلهم. السيشن بقى؟ ايه فايده ان السيشن تبقى جوه الكوكي، وايه علاقه ان السيشن بالكوكي والكلام ده كله؟ لا ما عنديش علم بصراحة. كتعريفك حلو قوي للكوكي، انت قلت بيرفكت تعريف للكوكي. السيشن بقى يعني مش هو ماشي بيحافظ على الاتصال، بس هو ايه فايدته؟ ايه فايده السيشن؟ يعني انت قلت لي فايده الكوكي مثلا، او اسراء برضو جاوبت زيك في الشات، قالت ان هو بيفتكر الشخص ده كان ايه بياناته، عشان بدل ما يقعد يدخلها كذا مره، لا ايه هو الموقع يدخل يفتكرك على طول. طب انت بقى ده كده ككوكي. طيب كسيشن ايه بقى فايده السيشن؟ او ايه اصلا تعريف السيشن؟ لان هي دي بقى اصلا، انت الاساسيات دي لو انت ما كنتش فاهمها، لما انا اجي اقول لك انك لازم تربط سيشن بكوكي، طب ما انت هتقول ايه الفرق بين السيشن وايه الكوكي؟ طب ما الاثنين زي بعض. لو انت بقى لا ما في فرق. فهمتش من الويب بيسكس ان في فرق بينهم، يبقى انت كده خلاص مش هتفهم الثغره. هو السيشن بتتخزن في السيرفر، انما الكوكي بتبقى لوكال عندك. ماشي. انت برضو بتديها زي فيتشرز، بس تعرفها بقى، انا عايز تعريف. انت قلت الفيتشر دي صح عامه. الكوكي عندك لوكال، هو بيحطها عندك في الماشين، اما السيشن بيبقى عنده هو. قول يا احمد. اللي اعرفه ان في حاجه اسمها سيشن اي دي، ده رقم كده يعني مميز ليك، بيتحط في امم الكود، بيتبعت للسيرفر مع كل ريكوست. ماشي. عايز اقول لكم بقى ان السيشن ابسط من اللي انتوا بتقولوه ده مليون مره. ماشي. شفت هنا لما مثلا انا اجي افتح مثلا اجي افتح الوايت بورد ده واقوم عامل كده تاني، حلو، واقوم فاتح كده. عارف ده ايه اللي حصل؟ ازاي انا لما فتحت الاونلاين بورد ده قام ما دخلنيش على دي؟ اشمعنى دي لوحدها ودي لوحدها؟ ايه اللي فهم الموقع ان ده منفصل عن ده؟ هو ان ده دي واخده السيشن. ان دي واخده سيشن ودي واخده سيشن. بالظبط. السيشن دي اكنها اصلا السيشن معناها بالعربي جلسه. طيب انت لما تيجي، مش انت احيانا تقوم فاتح خمس ست تابات كده، جيميناي ولا شات جي بي تي، لما تعوز ما شاء الله تغش كده انت تبقى غشاش قد الدنيا، مش بتبقى فاتح سبع ثمان سيشنات في نفس الوقت؟ هي دي معنى سيشن. سيشن انك بتفتح تابة او اتنين او اكتر من تابة، حلو، وهو كل مرة بتفتح تابة جديدة هو بيديله سيشن جديدة، وبيقول لك اتفضل انت. حتى السيشن معناها جلسة، انت في جلسة واحد، انت في جلسة اتنين، انت في جلسة تلاتة. مش ممكن مثلا انت تلاقي عندك في الجامعة مثلا، مش انت ممكن تلاقي نفس الدكتور يعني مش خلينا ما نقولش نفس الدكتور، بس انت بتيجي تدخل مثلا تلاقي 4 ليكتشرز، وممكن الاربعه ليكتشرز دول تلاقيهم بيشرحوا نفس الحاجه في نفس الوقت.
طب ايه اللي ما دخلش ده على ده على ده على ده؟ ان كل واحد، انت لو انت داخل هيقول لك انت في ليكتشر 1 يعني في سيشن 1، فتدخل سيشن 1 ويبقى ليك علاقه بسيشن 1، هتاخد نفس اللي هياخده في سيشن 2 وفي سيشن 3 وفي سيشن 4، نفس السيرفيس بالظبط. فهو اللي بيسمح لك او اللي بيخلي الموقع ما يتلخبطش بينك وبين اي حد. ليه مثلا ما فتحتش الاونلاين وايت بورد لقيت واحد تاني مثلا هو اللي عمال بيكتب مش انا؟ ليه ما دخلتش على السيشن بتاعته؟ لان انا ليا سيشن اي دي وهو ليه ايه؟ سيشن اي دي. اللي انت بقى بتقوله فعلا ان كل واحد ليه سيشن اي دي معينه. وخلي بالك ان انت ممكن يبقى ليك اكتر من سيشن، انت ممكن تبقى فاتح اكتر من سيشن عندك في اللوكال ماشين بتاعتك. لا، المعلومات بتاعت اليوزر نفسه هي دي الكوكي. الكوكي بقى ايه هي؟ الكوكي دي زي ما انت بتقول، انا مثلا عملت لوجن على موقع، حلو، وجيت دخلت المره الجايه يعني المره اللي بعدها، لقيت بيقول لي ايه، عايز تعمل انت لوجن على طول اوتوماتيك ولا عايز انت اللي تكتب؟ فبتقول له لا، سيف الكلام ده عندك. طيب انت مجرد ما تقول له سيف الكلام ده عندك، انت كده امرت ال HTTP ريكوست ان هو يعمل يحط لك ايه، يحط لك كوكي. بيبتدي لك بقى يحط لك بقى الكوكي ده بطريقه معينه، بس هي تبقى غالبا ممكن تبقى راندوملي جنريتد، بتبقى عشوائي، بس طبعا هي بتبقى متسجله عندهم ان الكوكي دي ايه تبعها. طيب فعشان كده اللي بيفتكرك على طول من غير ما تسجل كل مره اليوزر نيم والباسورد هي دي الكوكي. بالظبط، يعني زي ما تكون كده ان هي بتفتح اكتر من اتصال من جهازك في نفس الوقت على نفس الحاجه. ماشي، يبقى السيشن دي هي مجرد ان انا بفتح الحاجه ديت اكتر من مره في نفس الوقت، وبعمل عليها كل واحده بعمل عليها حاجه منفرده عن التانيه تماما. اللي يفرق دي عن دي عن دي عن دي هو السيشن. ماشي، السيشن بقى طبعا ليه خصائص بقى، سيشن اي دي و... وسيشن طبعا حاجات بقى اللي بتميزه الكلام ده كله. ماشي، يبقى ده باختصار يعني ايه سيشن ويعني ايه كوكي. حد عنده مشكله في الفرق بين السيشن والكوكي؟ طيب في سؤال مهم، اتفضل. هل السيشن بتبقى على الدومين ككل؟ يعني انا مثلا لو فتحت فيسبوك دوت كوم، تمام، جميل. فدي هتبقى بالنسبه لي سيشن. لو صح. فتحت البروفايل في تابة تانية، دي اه هتبقى سيشن مختلفة، ايوه. صح؟ طب سؤال مهم، لو انا من نفس السيشن انت لو بتاعت فتحت، لا لو هي تابه واحده وانت شغال على التابه ديت، هي سيشنايه واحده. مجرد فتحت تو تابس كده والاثنين شغالين سيميلتينيسلي مع بعض في ذات الوقت، كده التو سيشنز مختلفين خلاص. هنا بقى سواء بغض النظر انت بتعمل ايه وهنا بغض النظر انت بتعمل ايه، ملوش علاقه. طب ما انت فتحت نيو تاب واتصلت بيه، عملت ان انت عايز تتصل بيه، الريكوست وصل للسيرفر، خلاص فتح لك سيشن جديده على طول اوتوماتيك. اوكي طيب فهمت؟ يعني سؤال مثلا انا مهم. فاتح فيسبوك مثلا، فاتح انا اللوجن بيج، وفي نفس الوقت انا برضه فاتح فيسبوك هنا، بس لسه انا في الساين اب. طب دي صفحه لوجن ودي صفحه ساين اب، ملهاش علاقه. انت ان شاء الله هنا الاثنين ساين اب الاثنين لوجن، مش فارق. انت فاتح الاثنين في نفس الوقت، دي تابه ودي تابه، كده بقت سيشن ودي سيشن اوكي بس. الحتة اللي هنا بقى، تمام، ان مم. مثلا لو انا في نفس التابة ودخلت على سب دومين تاني، هتبقى نفس السيشن، مش لا هتتغير، صح؟ خلاص، نفس السيشن عادي. ماشي. طيب هي بتترمينيت امتى؟ لما بقفل التابة؟ ما خليني بقى اقول لك حوار الترمينيت ده، عشان ده ليه حوار كبير قوي الترمينيشن ده، ومهم جدا، هتلاقيها في ثغرة السي اس ار اف. ماشي. اوكي تمام. طيب بصفة عامة هو الاستابليش خلاص واضحة، أنا بعمل استابليش أول ما مجرد بقى الريكوست بيوصل للسيرفر، خلاص هو عمل لك إيه؟ استابليش لسيشن واداك سيشن أي دي. حلو. طيب إمتى بقى بالترمينيت؟ يعني ما هو افرض مثلا أنا على فيسبوك عملت لوجن وسيفت، حلو. طيب وتاني مرة دخلت بعدها ب5 دقايق 10 دقايق، لقيت اللوجن لسه موجود. طيب فتحتها، مش انت احيانا ممكن تيجي بعدها بقى ب7 8 ساعات تفتح، تلاقيه طلعك اوتوماتيك ويطلب منك انك تدخل تاني. اه. طب ايه بقى الحوار ده؟ هي الكوكي كده معناها ان هي راحت؟ لا، هي الكوكي ما راحتش ولا حاجه، هم قاصدين ان هم يعملوا ايه؟ قاصدين ان هم ينهوا السيشن دي، عملوا ترمينيت للسيشن. والمشكله ان السيشن بتبقى مربوطه مع مين؟ مع الكوكي. حلو. فبالتالي لما السيشن بيحصل لها ترمينيت، الكوكي معاها ايه، بتختفي. فعشان كده بيطلب منك برضك انك تعمل ايه، انك تدخل تاني. الكوكي خلي بالك بقى هي اللي بتنتهي وهي اللي بترجع، لان السيشن مجرد ما انت قفلت التابه كده، السيشن خلاص اتعمل لها ترمينيت. فالسيشن ملهاش علاقه غير ان انت بتفتح التابه، فتحت الموقع عمل سيشن، قفلت الموقع السيشن اتعمل لها ترمينيشن. امال مين اللي بيفضل بقى ليه عمر؟ اللي بيبقى ليه العمر هو الكوكي، هو اللي ليها عمر. طيب
حسب بقى الشركة هي اللي بتعمل implement للكوكي ديت ازاي، هي اللي بتحدد ميعاد الترمينيشن بتاع الكوكي. في ناس في موقع مش احيانا مجرد ما تقفل الموقع غصب عنك وتفتحه وتلاقيه طلعك، ده عامل ان الكوكي مجرد ما السيشن تخلص الكوكي تترمينيت معاه. ده رابط الاتنين ببعض. فناس يقول لك لا ما تربطش السيشن بالكوكي، خلي الايه الكوكي ديت ليها ميعاد لوحده ويقفل ايه اوتوماتيك، مثلا بعد ساعة مثلا الكوكي خليها ايه تتقفل. ماشي. انت تيجي تفتح الموقع بعد ساعة تلاقي الكوكي مالها، تلاقي الكوكي ديت اتشالت ويضطر ان هو يطلب منك لوجن من اول تاني. ماشي. طيب يبقى الكوكي ليها علاقه بالسيشن، ليها علاقه وهنشوفها في السي اس ار اف اكتر. ماشي. طيب ايه بقى السيشن وايه الكوكي؟ السيشن ان انا بفتح تابه او بقفلها. ماشي. الكوكي هي دي الحاجه اللي بتفضل فاكراك، سواء بقى التابه اتفتحت او ما اتقفلتش، الرابطه دي هو ملوش علاقه بيها. هو الكوكي ممكن انت تربطها بالسيشن، ممكن تخلي ليها عمر هي لوحدها، ممكن. ماشي. حسب بقى انت الويب سايت بتاعك انت بانيه ازاي. حلو. طيب السكيورتي طبعا كل ما تعلى كل ما تخلي ان الكوكي ديت خليها يعني، خلي بالك لان بيبقى المشكله في الشركات بصفه عامه هي اليو اكس بتاعها او اليوزر، خلينا ما نقولهاش يو اكس، خلينا نقول اليوزر ساتسفاكشن والسكيورتي. الاثنين دول دايما بيفضلوا نائر ونقير بالنسبه للشركه. ليه بقى؟ لان انت مثلا كيوزر عايز كل ما تدخل تقعد تكتب يوزر نيم وباسورد يوزر نيم وباسورد؟ اكيد لا. فحاجه زي دي مش هتريح مين؟ مش هتريح اليوزر، بس هي هتريح مين؟ هتريح السكيورتي. ليه؟ لانه مش هيضطر يفضل مخلي الكوكي ديت كتير، لان الكوكي دي لو اتسرقت حضرتك الاكونت خلاص اتاخد منك. فهي بالنسبه للسكيورتي كويسه، بس بالنسبه لليوزر لا. طيب هل حاجه زي دي الشركه هي دي اللي المفروض تبقى طالباها، ولا لازم يحصل موازنه بين الاثنين؟ لازم يوازنوا بين الاثنين. فممكن يعملوا ايه؟ يخلوها في النص، مثلا ساعه ولا ساعتين او 3 مثلا، فده يرضي العميل شويه وفي نفس الوقت هو ارضى برضو مين شويه؟ السكيورتي. حلو. غير برضو لما انا اخلي مثلا السيشن بقى مفتوحه ولا الكوكي على طول مفتوحه فور ايفر ما بتقفلش، يبقى كده اليوزر هيبقى مبسوط على طول، بس السكيورتي عنده ايه؟ في الضياع. خلاص ده الكوكي دي موجوده 24 ساعه في 24 ساعه، مجرد ان انا ما سرقت الكوكي ممكن اقعد بيها بقى سنتين 3 كده ايه من غير ما تقفل. طب يا ماشي. باشمهندس، ايوه. في ناس بس عايزك تعيد الشرح بتاع الفرق بين السيشن والكوكي، علاقتهم طيب ببعض وكده. ماشي. يعني خلينا نشرح ان السيشن قلنا باختصار ان هو اول ما بفتح التابه وبكتب الوايت بورد او كده، ده كده انا فاتح كام تابه في نفس الوقت؟ 2 تابس صح كده؟ يبقى كده حصل ده سيشن، دي سيشن ودي سيشن. ماشي. طيب خلينا برضو ممكن نحاول يعني ايه بدل ما نشرح نفس الشرح خلينا نحلها بطريقه عمليه شويه. يعني يا رب ان شاء الله امل ان في الريكوست يبان السيشن اي دي عشان اوريكم ان هو هيفتح 2 سيشنز مختلفين عن بعض. ماشي. طيب خلينا ناخد ايه. طيب ال HTTP request هو طبعا المشكلة ان هو هيعمل فلتريشن، هيقعد يجيب APIs كتير. لا خلينا نفتح موقع ابسط من ده شوية عشان ده انا متوقعتش ان هو عنده كمية ال APIs دي. ماشي. PHP متقلقوش من اللي انا بعمله ده عشان هو ده طبيعي ان انت متبقاش فاهم ايه اللي بيحصل. ماشي. عشان انا لسه هعرفك دلوقتي على بيرب سويت. طيب يبقى كده ناخد ده كده نعمل الطلب التاني. طيب ماشي. للأسف محطليش أي اوكي خلينا نسجل. طيب عشان يبتدي يدينا الكوكي بتاعتنا أو السيشن. ماشي. نوقف الانترسبت دول. يا رب ما يكونش حد لعب في الموقع لأن المرة اللي فاتت عمل عليه ديدوس وفضلوا يستعبطوا. ماشي. تيست تيست. ماشي. طيب خلينا هشرح لكم على المنظر ده لان انا مش عارف اوقف لكم دلوقتي ريكوست جوه السيشن.
بس انتوا كده كده هتتعرضوا اكيد للموضوع ده. طيب حاجه زي دي اهو، احنا وقفنا الريكوست ده. حلو. اللي انا مشغله، حتى لو خدت بالك ان التاب اسمها بروكسي، وهو ده اللي انا كنت عمال بشرح فيه، ان البروكسي بيخلي الحاجه، بص انت لو خدت بالك انه هيفضل على طول يحمل كده وما يحملش الموقع غير لما انت تعدي له الايه، الريكوست. لان طول ما انت ما وديتش الريكوست للسيرفر مفيش حاجه هتفضل محمله معاك، هيفضل علقان كده في اللودنج دي. حلو، علقان دي ماشي. ف بتبان بقى ازاي؟ المفروض ان هي هنا بيبقى فيها مثلا يا اما ممكن تلاقيها في شكل بارامتر، هنا تلاقي اند سيش اي دي كده، ويديك ايه، بيبقى غالبا راندوم كده سترينج بيبقى مكتوب هنا. طيب لو انت جيت بقى هنا تيجي تقرا كده وتيجي تلاقي نفس الريكوست ده، هتلاقي برضو هنا مكتوب مثلا سيش اي دي، بس في نفس الوقت هتلاقي ايه، هتلاقيها سترينج. تيجي تقارن السترينج ده بالسترينج ده تلاقيه ايه، مختلف. ماشي. طيب يعني معرفش ازاي ظبطت معايا كده. ماشي. اهي دي اما تيجي تقارن التو سيشنز اي دي هتلاقيهم مختلفين. السبب بقى والتفسير بتاعها انك فاتحهم في ايه، في تو تابس. بس لما تيجي تكمل على الخطوات هنا هتفضل تلاقي ان كل ما انت ماشي على نفس التاب هتلاقي سيشن اي دي زي ما هي. ماشي. الا لو حصل بقى هو عاملين امبلمنتيشن لما يحصل مثلا ريدايركشن او حاجه يوجهك لحته تانية، يوصلك لسيشن اي دي جديده، وحسب برضو الامبلمنتيشن بتاعها. اتفضل يا احمد سؤالك. هو لو واحد عرف يوصل بشكل أو بآخر يعني السيشن اي دي بتاعت واحد وراح حطها، يعني شال السيشن. الخطر اللي انت بتقول عليه ده هيبقى في الكوكي مش في السيشن. انا عارف انت عايز تقول ايه، هتقول هياخد الاكونت بتاعه صح؟ ايوه. ايوه، اللي انت بتقول عليه ده في الكوكي. ماشي. لان ايه فايده السيشن؟ ان هو يفتح تابه. طيب انا لو اخدتها، ما هو هيفتح لي تابه، ايه المشكله؟ هديني السيشن اي دي، حتى لو خدت السيشن اي دي بتاعته ايه اللي هيحصل؟ فاهم؟ اللي انت بتقول عليه ده هجمه عامه، هي هجمه اسمها سيشن هايجاكينج، انك بتسرق السيشن بتاعه، والباك اند بتاعهم ما بيعملش فاليديشن صح على السيشن، فانت بتبتدي تسرق السيشن بتاعته وبتبتدي فعلا انك تلعب على الاكونت بتاعه. ودي هجمه على فكره، يعني انت كده كده في الويب هتاخد. تفكيرك صح جدا، وهو ده اصلا اول ما حد فكر في هجمه قال لك طب هو ايه اللي هيحصل لو يعني ما بان ده سيشن ودي سيشن؟ فايه رايك مثلا اجرب انا انا اتك على نفسي ان انا اعمل ايه، او مسرق السيشن بتاعت التابه دي واحطها في الايه، في السيشن بتاعت التابه دي. لو وجهتني للتابه اللي هي المفروض انا كنت بسرقها، يبقى انا عملت سيشن هايجاك، سرقتها حرفيا، خدت السيشن دي منه. طيب امتى بقى السيشن هايجاكينج تبقى خطيره؟ ماشي. في حاله السيشن بس تقدر نعتبرها تيكت فور وان يوز، اختار تعملها بيها حاجه واحده تقريبا هتبقى محدود. ايه اللي هيحصل بقى لما اعمل السيشن هايجاك؟ السيشن هايجاك هتبقى خطيره جدا لو هو انت عامل لوجن. يعني مثلا انا دلوقتي دخلت على فيسبوك، حلو، وعملت لوجن، وانا بعمل اتاك عليك دلوقتي وانت عامل ايه، لوجن على الاكونت، وعرفت ان انا اخد منك السيشن بتاعتك وانت عامل ايه، عامل لوجن. لو السيشن بقى مربوطه بالكوكي زي ما لسه قايل لك، ايه اللي هيحصل؟ انت بقى معاك السيشن، فالكوكي متسجله جوه ايه، جوه السيشن، فبقى معاك الايه، الكوكي، وبقى معاك الكوكي، يبقى انت معاك ايه، معاك الاكونت. خلاص يلا يا باشا، اكونت تيك اوفر، دي هجمه اهي، سرقت الاكونت بالكامل. فعشان كده لازم تبقى فاهم لما اخد كوكي اعمل بيها ايه، لما اخد سيشن هعمل بيها ايه، لما هاخد توكن هعمل بيها ايه. ماشي. فهي دي كلها اتاكس في اللي هي اتاك مشهور كبير يندرج تحته كذا، يعني كذا صنف. ده اللي هو الاوثنتيكيشن. وكلمه اوثنتيكيشن دي اظن ان انتوا تعرضتوا ليها في السكيورتي بلس، يعني لو انت حضرته او لو انت دارسها مع نفسك اكيد سمعت كلمه اوثنتيكيشن دي اكتر من مره يعني. حد فاكر يعني ايه اوثنتيكيشن بصفة عامة؟ ده انا بقول الكلمة كتير قوي. اتفضل يا محمد. انت مين؟ اي خليتني ان محمد انا بقى بقطع النور. عادي. اتكلموا احنا النهارده انتر اكتف اكتر يعني من ان احنا الو، ايوه سامعني صح؟ اتفضل. ايوه تمام. الاوثنتيكيشن، ايوه الاوثنتيكيشن اللي هو انت مين بالنسبه للسيرفر، يعني فاهم؟ انت بالظبط. انا اعرف ازاي ان انت ياسين مثلا، فاهم الفكره؟ بالظبط. بالظبط. طيب والاوثورايزيشن؟ الاوثرايزيشن دي الرولز اللي مسموحه لك. بالظبط. انت عايز تقول حاجة يا محمد؟ انتوا ما شاء الله كلكم محمدات هنا.
الاوثنتيكيشن ده اللي هو اليوزر نيم والباسورد بصفة عامة، والاوثرايزيشن ده اللي هو البرميشن اللي ليا على السيرفر. بالظبط كده، سواء انت مثلا ادمن او يوزر عادي او الكلام ده كله. ماشي. فده كده بالنسبه للسيشن ديت بالنسبه للكوكي. فانا عاجبني جدا تفكيركم ان انتوا يعني بعد ما بتفهموا بتحاولوا تربطوها بالسايبر، اللي هو طب انا استفيد ايه بالسيشن؟ طب هو انا ممكن اسرق السيشن؟ فعشان تبقى شاطر جدا 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 في السايبر سيكيورتي ما تعديش اي حاجه نظري غير لما تفهم طب انت هتستفيد منها ازاي. فاهم؟ يعني اول سؤال انا لو كنت انا حاضر سيشن زي دي اول مره بحضرها في حياتي وفهمت يعني سيشن وكوكي، هقول طب هو انا ممكن اسرق السيشن دي؟ طب انا ممكن اخد الكوكي دي، طب هعمل بيها ايه؟ وابتدي اسال واشوف. خلي بالكوا على فكره فعلا كل واحده ليها هجمه. عندك سيشن هاي جاكينج، عندك الكوكي هاي جاكينج، عندك التوكن دي انت لو لقيتها اصلا دي حاجه اسمها انفورميشن ديسكلوجر. فكل دي اتاكس وهنشرحها. ماشي. لو اسراء عندك علقت اضغطي على التابه مرتين كده او على اسمي مرتين كده هتلاقي غالبا الشاشه ظهرت لك. ماشي. لو خدت السيشن هعمل وهي مربوطه بالكوكي. طيب مش احنا قلنا ان الكوكي ده هي اللي بتعرفك انت مين؟ لان بالنسبه لي انا قلت لكم ان الكوكي ديت اكنها بطاقه، بطاقه جامعه. انت ما بتيجي تدخلي هل كل مره بتدي له اسمك مثلا ورقمك والدنيا ديت، ولا انت بتدي له بتوري له على طول كارت الجامعه بتاعك فبيعديكي على طول بمجرد شاف ان ده كارت بتاعك؟ فهي كده بالظبط. الكوكي بتاعه ده بدل ما انت كل مره تدي له الداتا بتاعتك، انت بتعملي ايه؟ بتوري له البطاقه مره واحده او الكارت بتاعك هو ده الكوكي. طيب لو انت بقى دلوقتي حد سرق منك كارنيه جامعه، وكارنيه الجامعه ده ونفترض ان هو ما فيهوش صورتك مثلا، حلو، وانتحل شخصيتك وقال ان انا مثلا انا منى مثلا وايه، واخدت الكارت بتاعها ايه، وهي رايحه مثلا دلوقتي وايه وداخله على اساس ان ده انت. طيب لما يجي بقى الكارت ده ما فيهوش صوره، حلو، وهو ما يعرفكيش شخصيا ولا بالشكل كده، لان السيرفر مش عارفك كشكل. ماشي. وقامت ايه؟ قامت موريها له الكارت. ايه اللي هيحصل؟ هيقوم معديها كده، يبقى هي عدت وهي اصلا مش في الجامعه ديت، صح؟ يبقى دي هي كده عملت اختراق ولا ما عملتش اختراق؟ هي كده حرفيا اخترقت الشركه. ليه؟ لان هي معتمده ان الكوكي ديت كانت تابعه منه. مجرد ما حد سرق منك الكوكي بتاعتك ديت وقال انا منه، فصدق فعلا ان دي ايه؟ منه، وعدى وفعلا والدنيا ايه؟ ضاعت خلاص. حلو. يبقى عمل اكونت تيك اوفر، ومجرد بقى الاكونت تيك اوفر ليها ايه؟ شويه بروسيجرز كده احنا بنعملها، نحاول ان احنا ايه؟ نسرق حتى منه الايميل والباسورد بتاعه وخلاص، ونغير الاكونت تماما ويبقى بتاعنا 100%. لو انت وصلت للمرحله دي انت كده عملت اكونت تيك اوفر، انت خدت ثغره كريتيكال. ماشي. يعني الاكونت تيك اوفر دي بتتصنف من اقوى الثغرات اللي موجوده حاليا. ماشي. يعني هي بتصنف على طول معظمها ككريتيكال، يعني ان انت قدرت توصل لاكونت تيك اوفر. فسيناريوهات الكوكي كتيره جدا، والسيناريوهات بتاع السيشن كتيره جدا، وواحد يقول انا سرقت السيشن بان انا عملت كذا وكذا وكذا. ف يعني حاولوا تسيرشوا كويس جدا جدا على موضوع السيشن والكوكي. ولو انتوا عايزين فعلا تستفيدوا قوي من السيشن دي المره دي، خلي معاك كده ورقه وقلم، ولما اجي اقول لك مثلا سيرش على كذا اكتبها جنبك كده في نوت ولا حاجه عشان ايه؟ تسيرش عنها بعد السيشن. ماشي. طيب فقلت لكم يعتبر اهو من الحاجات اللي تسيرشوا عنها، سيرشوا الايه؟ السيشن والكوكي كويس جدا. طيب عملنا الكلام ده والكلام ده كله جميل. ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه طبعا لو احنا بنتكلم على منطلق النتورك ان هو ناحيه الابلكيشن لاير، فانت ايه؟ طلبت اول حاجه بالاتش تي تي بي ريكوست، يبقى انت في الايه؟ في الابلكيشن لاير. تنزل بقى على اللاير اللي تحتها اللي هي اسمها السيشن لاير، وباين طبعا من اسمها ان هي بتبتدي تعمل استابليش وترمينيت للايه؟ للسيشن. طيب بمجرد ان هي ادتك سيشن بتبتدي ان هي تنزل للبرزنتيشن، والبرزنتيشن دي اللي بيحصل فيها عمليات الانكريبشن والديكريبشن والكلام ده كله، اللي هو التشفير والانكودينج والكلام ده كله. تنزل على الترانسبورت تلاقي اللي هو بقى بعد ما انت شفرت وجهزت الداتا والدنيا فل، يلا ايه؟ نوديها للناحيه الثانيه بقى اللي هو لمين؟ لحد الريسيفر. حلو. فالترانسبورت ده اللي هتلاقي فيها اهم تو بروتوكولز اللي احنا هنتكلم عنهم، اللي هو التي سي بي واليو دي بي. طيب اتكلمنا على التي سي بي واليو دي بي كويس جدا في موديول النتورك، فلو حد فاكرهم يفتح المايك كده ويفكرني بيهم. ماشي اتفضلي يا اسراء عشان انتوا جاوبتوا يا شباب، استنى نسيب اسراء فرصه كده. هو
انت فتحت المايك بس هو مش مطلع صوت، فشوفي البرميشنز اللي اديتيها صح. و ايه الفرق بين التي سي بي واليو دي بي بروتوكولز يا احمد؟ السؤال. حاولي كده شوفي المايك بتاعك هو اللي شغال ولا لأ. هو النت تقريبا عندك فيه مشكلة برضه. ماشي، طب جاوب يا احمد. انا خدت بالي يا اسراء. التي سي بي ده بيبقى بيعمل 3 واي هاند تشيك، يعني هو بروتوكول في التوصيل مثلا، مهمته اللي هو ايه، يخلي التوصيل دقيق شويه. طيب ممكن تقول لي 3 واي هاند دي شغالة ازاي؟ بيبعت سن، تمام، ماشي. والسيرفر يجي باعت له هاك، تمام، بعد كده الكلاينت يجي باعت له تاني ايه، هاك. ثانية يعني بالراحة كده، أول حاجة سن وبعدها إيه؟ سن هاك، سن هاك. طيب وبعدها وبعد كده؟ هاك. طيب ممكن تقول لي ليه عملت الترتيب ده، أو إيه فايدة السن ديت وإيه فايدة الهاك؟ هو بس بيشوف السيرفر شغال يعني تمام يعني ولا لا. بالظبط. السن ديت اللي هو بيطلب منه إيه؟ بيطلب منه الاتصال. طب الهاك؟ يقول له انا تمام معاك. بالظبط، أنا تمام معاك. فأنت أول حاجة هو السن ده بيقول له أنت تمام، فبيقول له أنا تمام، وبيسأله برضه هو أنت تمام، فبيقوم يردد عليه يقول له أنا إيه؟ أنا تمام. فلو هما الاتنين اطمنوا إن هما تمام، خلاص يلا يا باشا إيه؟ اشتغل. طيب آه، حاجة زي دي بقى، انت يعني كواحد سايبر سيكيورتي تستفيد ايه من ان انت فهمت حاجة مثلا زي 3 واي هاند تشيك، او ان هو شغال تي سي بي ولا يو دي بي؟ لان انت كده عارف ان هنا حصل ايه. دي برضه عملية من عمليات الايه، عمليات اللي هو التحقق من ان في ايه، كونكشن. طيب لو ما حصلش تحقق زي اليو دي بي، دي ممكن تفيد في حاجة زي كده في ايه؟ حاجة زي دي ان انت ممكن ماشي اتفضل يا محمد. ايوه كده يا عم الريفيرس، جاوب معانا، خش يا باشا. مان ان ذا ميدل. لا، المان ان ذا ميدل دي هي بتشتغل مع ال HTTP وال HTTPS. لو انت شغال ما HTTP هو فتقدر ما تشتغل هو مان ان ذا ليه، ميدل. ما هو انا فاهم، بس اليو دي بي بيسقط داتا، فانا ممكن وانا لما اشوف في اسمه ايه، في الواير شارك، اشوف الداتا اللي سقطت دي، اقدر اراقبها ولا لا. ايوه صح بس هو الباكيتس اللي بيحصل لها دروب دي انت لازم تعرف بقى توصل لها ازاي. دي بس صح، ده بتشتغل كده شغل، ده شغل فورنسكس اصلا الكلام ده عامة يعني. ما هو انا عارف. اللي هو لو في، انت بتراقب البتاع لو يو دي بي وسقط مثلا داتا ولا حاجه، لان ده وارد، فما حصلش استابلش بينهم كويس، فانت ممكن تلقط الترافيك اللي وقع ديت وتتعامل انت عليه. ماشي صح صح يا اسراء. اتفضل يا محمد، عايز تجاوب حاجه؟ ماشي. هو انت الصوت برضو بتاعك مش طالع، معرفش ليه، مع انت كنت الو شغال في سامعني؟ الاول. كده تمام. بقول لك ان الثري واي هاند شيك بيعمل حته مهمه برضو، ان هو بيخلي الاتصال ما بين الطرفين موثوق. لان لو انا مثلا بتكلم مع السيرفر، تمام، مم. والسيرفر مفيش طريقه ان انا اتاكد ان اللي انا بكلمه ده هو فعلا السيرفر، ممكن اي حد في النص يطلع يقول لك انا السيرفر، فاهم، او انا الماك، بالظبط، ما ده حوار برضو فاهم. في الاوثنتيكيشن زي محمود، زي محمد قصدي لما جاوب برضو. هو بالظبط. جاوب ان في حوار هيحصل في الاوثنتيكيشن غلط. عارف حته السيكونس نمبر، فلما شرحناها برضو بالظبط في سيكوال معين. بالظبط. طبعا انت لو كنت دوست في النتورك انا قلت لكم اصلا حوار الثري هاند شيك ده كان بيحصل ازاي بالتفصيل. ان هو بيدي حاجه اسمها سيكونس اي دي، وانت السيكونس اي دي ده على فكره انت لو عملت له هاي جاك، لما تسمع الكلمه دي بصفه عامه هتسمعها كتير قوي. هاي جاك دي يعني انت تسرقها، ماشي. فكلمه هاي جاك دي لما تسمعها في اي حته دي معناه انه سرق. فانت لو عملت هاي جاكينج للسيكونس اي دي ده وفهمت 3 واي هاند شيك ماشي ازاي، انت ممكن انت اللي تخترع ال 3 واي هاند شيك وهو هيصدقك، فاهم؟ لانه هيفتكر ان ال 3 واي هاند شيك دي فعلا اوثنتيكيتد ومعموله تمام، وهيبتدي يتعامل معاك ان انت السيرفر. يبتدي بقى اي ريكوست او اي حاجه بدل ما تروح للسيرفر رايحه لك انت، ماشي. فدي طبعا مشكله، بس خلينا ما نتفرعش قوي في جزئيات النتورك، خلينا مركزين برضو على الايه، على المحتوى بتاع السيشن النهارده. حلو. طيب خلصت اللايرز بقى كلها طبعا لحد ما وصلت للفيزيكال لاير، واللي هي مسؤوله على نقل البيانات كشكل بيتس. بيبتدي الريسيفر ايه، ياخد الكلام ده كله، يرجع كل الهيدرز اللي انت كنت حاططها، ويبتدي ايه، يوصل لك الداتا اللي انت عايز توصل لها ديت. اتفضل يا يوسف لو عندك سؤال.
اقوله احنا في ال 3 هاند تشيك يعني مم. إننا كنا بنستخدمها في جزء السكاننج، وعشان ما اخليش السيرفر يعرف ان انا بعمل بالان ماب جدع، وكده، انت قصدك على وبرضه اللي هي عليه انواع بالسيرفر الان ما ماب برضوش عليه صح؟ بالاك. قصدك على الان ماب اللي هو الفن اه والسن، ايوه صح. هي طبعا انت هتستفيد جدا من حوار الثري هاند تشيك ده في الريكونسنس. لما نتعرف على انواع الريكون هتلاقي ان الثري هاند تشيك ديت انت بتقدر تلعب فيها بشكل معين بان ماب، بتوهم السيرفر ان انت عملت 3 هاند تشيك بحيث ان انت اصلا ما عملتش 3 هي. يعني مثلا انا عايز اسكان على البورتات اللي مفتوحه في الموقع معين. حلو، انت هو مثلا وليكن يوزر هو عادي، وعايز تتست على مثلا يعني انت راجل تنين وبتست على جوجل. حلو، طيب جوجل دي انت عايز تشوف الايه البورتس المفتوحه جواه هنا، وايه السيرفيسز اللي شغاله عليه والفيرجنات والكلام ده كله. فانت بتعملها مثلا بان ماب هنا. بس طبعا هتعرف الكلام ده، ما تقلقوش ان ماب، بس اظن انتوا اكيد عارفينها من مديول لينكس، يعني المفروض انتوا عندكم على الاقل فكره ايه ان ماب يعني. ماشي، وكنا ادينا سيشن اظن على الان ماب، فاظن انتوا عارفينها كويس يعني. طيب فالان ماب بقى المفروض ان انت بتدي له اللي هو ان هو بتأمره ان هو يشغل السن، واول ما ياخد الاك ما رجعلوش الاك. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي قلت له انت شغال، فجوجل قال له ايه؟ انا شغال اهو اللي هو بالاك. بيقول له هل انت بقى شغال؟ ما يوم ما ردش عليه. طب ايه اللي حصل بقى هنا؟ انت خدت، عرفت منه ان هو ايه؟ شغال. حلو، بس في نفس الوقت انت ما قلتلوش ان انت ايه؟ شغال. فبالنسبه لجوجل انت مش شغال، بس بالنسبه له انت عرفت ان هو ايه؟ شغال. ورجع لك بقى هنا في الاك، رجع لك البورتس المفتوحه والفيرجنات اللي هو شغال بيها والكلام ده كله. فدي وسيله ان انت قطعت الثري هاند تشيك، انت خليتها تو واي، ماشي، رايح راجع، بس ما رجعتلوش انت حاجه. حلو، دي بقى انت بتستفيد منها في ايه؟ بتستفيد منها هنا لان هو هنا لو كان وصل له الاك بتاعك ده، هو كده عرف ان انت بتحاول ايه؟ تعمل سكان عليه. طيب لو انت بقى قطعت حته الاك ديت، هو مش هياخد باله ان انت عملت عليه ايه؟ سكان. وده حوار اللي هنتعرف عليه في الريكونسنس من انواع اللي هو الباسيف والاكتيف ريكونسنس. ماشي، فانت كوسيله ان انت تخلي نفسك سايلنت شويه او هادي شويه، فانت بتحاول تشغل الان ماب بالفلاجز اللي هي ما توصلوش اخر ايه؟ اكنولجمنت. ماشي، كويس انت يعني فكرتني بالحوار ده يعني كويس، بس كده كده هنشرحها في ريكون تاني يعني. طيب خلينا بقى نشرح اخر حاجه منها من الانواع اللي هي السيشن والكوكي، اللي هي التوكن. طيب احنا عرفنا السيشن وعرفنا الايه الكوكي. طيب ايه التوكن؟ لو حد برضه عنده فكره او عنده معلومه يعني ايه توكن، عادي افتح المايك واتكلم. ماشي، قول يا يوسف. هي التوكن هي جت بديلة بدل الكوكي او اللي هي السيشن، عشان السيشن كانت بتاخد مكان في الداتابيز والكلام ده، فهي قال لك التوكن لا هتبقى كلاينت سايد، وطلع منها اللي هي الجي دبليو تي. ماشي ماشي. حد عنده طيب حاجه تانية يضيفها على التوكن؟ طيب طبعا من بعد ما شافوا موضوع ان السيشنات بتبتدي تعمل لها استابليش كتير وكل ده، لازم الشركه تبقى عارفه السيشنات المفتوحه السيشنات المقفوله الكلام ده كله. فعلى البيج سكيل الموضوع ما بقاش ايه؟ ما بقاش لطيف. فهم عملوا ايه؟ قاموا عاملين زي لستة كده من التوكنات. حلو، مثلا بيقولوا لو هو اي بي سي مثلا او سي دي اي مثلا، ده حاجه، دي حاجات بتبقى راندوم. ماشي، او اي اف جي مثلا. حلو، وانا دلوقتي التوكن بتاعتي هنا في الماشين متسجله اي بي سي. حلو، وقمت انا جيت بسجل، فهو اوتوماتيك عارف ان اي بي سي ده هو مثلا السيشن الاولى، ودي السيشن مثلا الثانيه، ودي ايه؟ الثالثه. بدل ما انا سجلت دول، انا ايه؟ عملت مجموعه التوكنات ديت راندوم، وبعمل عليها بس ايه؟ فاليديت. حلو، بتاكد فعلا ان التوكن دي انا فعلا عامل لها جنريت اوريدي وموجوده ايه؟ عندي حاجه زي كده. فانا بقى اقدر ايه؟ اتاكد برضو من خلال التوكن ان ده ايه؟ انت. فاحنا بقى كناس هانترز المفروض انك اول ما تلاقي سيشن، اول ما تلاقي كوكي، اول ما تلاقي توكن، لازم تفهم البيانات اللي جوه الكوكي او اللي جوه التوكن او اللي جوه السيشن، وتحاول تغير في الايه؟ في القيم بتاعته. لقيت الرد بتاعها. يعني انا دلوقتي جيت السيشن مثلا، او نفترض الكوكي مثلا. الكوكي هنا
خلي بالك لان الحوار ده انت هتدمج، احنا هندمج على فكره، خلي بالكوا الكريبتو مع الويب. طيب اول رابطه بين الكريبتو والويب ان انت هتلاقي حاجات كتيره جدا 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 انت مش واخد بالك منها هتبقى انكريبتد. ماشي، فانت لازم تعرف انواع الانكريبشنز كويس. مش لازم تفهم الانكريبشن معمول ازاي ماثيماتيكلي، مش لازم، بس عينك تبقى فاهمه ان ده معمول له انكريبشن. ماشي، او معمول له انكود ايا كان اللي هيحصل، لان في الريكوست بيتعمل الانكود وبيتعمل الانكريبشن، فانت لازم تبقى عارف الايه الاثنين كويس قوي. فلو انت مش فاهم قوي الكريبتو او مش فاهم يعني كريبتو اصلا، رجعت لي لموضوع الكريبتو. ماشي، بالظبط بالنال سكان والحاجات ديت، كل انواع السكانز دي هنتكلم عنها في ان ماب. بتحاول دايما ان احنا فعلا نمشي بطريقه ايه باسيف. خلي بالكوا احنا يعني كباج هانتر، لو انت بتتكلم كباج هانتر انت ما تفرقش معاك انت هتشغل باسيف ولا اجريسيف، ماشي، او اكتف، عشان بصفه عامه مش فارق معاه. حتى لو هو عرف ما يعرف ايه المشكله، فاهم؟ بس انت كريد تيمر الموضوع بيبقى اصعب شويه، انت بتحاول دايما شغلك يبقى ايه سايلنت. ماشي، حاضر هشرح لك توكن. فدايما حاول يعني في الشغل بتاعك كريد تيمر المفروض ان انت تبقى شغال دايما على قد ما تقدر باسيف، يعني زي ما دخلت السيرفر زي ما طلعت منه ولا يحس بيك خالص. ماشي، لو انت وصلت للمرحله دي اعرف ان انت ريد تيمر قد الدنيا. ماشي، كل ما يبقى عندك سكيلز انك تشتغل باسيف كل ما تبقى اقوى. ماشي، طبعا انت اكيد كده لازم هتتعامل اكتف، بس بيحاول يقلل الاكتف على قد ما يقدر. ماشي، طيب التوكن دي بصفه عامه هي سترينج. حلو، string normally غالبا بيبقى برضك ايه randomly generated، معمول بايه بطريقه عشوائيه. حلو، ده برضو بيتاكد ان ايه ان انت تبعي. ماشي، او ان انت فعلا بالسيشن اي دي ده. فالتوكن غالبا دايما بتلاقيها مربوطه بحاجه، ما بتلاقيش التوكن كده لوحدها. ماشي، بس الكوكي لا، ممكن تنفرد لوحدها. ماشي، ممكن تربطها بالسيشن، ممكن تربطها بالسيشن لو انت عايز. ماشي، بس طبعا الناس ما بتفضلش ان هي تربط قوي الاتنين ببعض إيه كناحيه سكيورتي، بس هي طبعا كويسه لو كناحيه ايه، لو كناحيه يوزر ساتسفاكشن او كده ان احنا نتعامل مع اليوزر. ماشي، فاعتبر يعني التوكن شبه الكوكي شويه، يعني هو انت من اصلا من يعني في الكوكي بيبقى جواه كذا حاجه وممكن يبقى جواه اصلا الايه التوكن. يعني في الهيدرز هنا ممكن، وانت بص تيجي تبص هنا على كده الهيدرز، بس للاسف انا مش عارف اوقف لكم ولا ريكوست صح تقريبا. نفسي ابقى لو لقيت لكم ريكوست بالمنظر ده غالبا بص هو هتلاقيه عامل كده. ماشي، كاتب هنا ست اوكي. حلو، بيبقى الهيدر بيبقى شكله كده. حلو، ومكتوب مثلا توكن ايكوال اي بي سي دي مثلا اي اف جي. طيب ايه بقى ده معناه ان في كوكي في الموضوع، بس الكوكي ممكن تلاقي انت اصلا جواها ايه الكونتنت بتاعها، نفس المحتوى بتاعه تلاقيه عباره عن توكن. ماشي، فالتوكن ده اعتبره ان هو زي ما يكون ايه يعني سترينج كده، بس بيعرف ممكن يبقى يعني جزء من جزئيات الايه الكوكي. ماشي، هو جزء صغنون من الكوكي. بص احنا عملنا فورورد طبعا بالكوكي والكلام ده كله، وحاولنا ان احنا ناكسس الكلام ده كله. طبعا هو هيقول ايه هيقول لي اوكي لان الحاجات دي اصلا هما في اي تيست فالن ويب. ماشي، زي ما توقعت واحد مهكر الموقع. الناس دي ما بترحمش، عامل ريدايركشن. طيب هنعمل دروب بقى للكلام ده كله لان هو ايه واحد مستظرف نفسه هنا. طبعا انت لما هتست على الكلام ده انت جرب انك تلعب برضه انت كمان في الموقع ده، لان هو ده موقع اي حد بيدخل يتعلم الثغره يقعد يلعب في الموقع ده، لان هم مش حاطين اي سكيورتي من اي حاجه، هم قاصدين يعملوا كده. فعايز تجرب الكلام ده كله حاول جربه على تيست فالن ويب، هيبقى بدايه كويسه يعني. ماشي، فدي كده ايه الفرق بين السيشن والكوكي والتوكن بالتفصيل الممل. ماشي، طيب في بيرب سويت بقى زي ما انا قلت لك كل حاجه لو هي معموله مكتوبه في الهيدرز حاول ان انت تعمل لها ابيوز. بمعنى ايه؟ انت لقيت حاجه وليها قيمه جرب غير القيمه دي وابعت، رفض يبقى القيمه دي ليها لازمه. فاهم؟ تجرب بقى ان انت تعمل قيمه حقيقيه برضو تانية. بمعنى ايه؟ مثلا انا دلوقتي اهو فاتح تو سيشنز للموقع ده، وجيت وانا ببص على الريكوست لقيت مثلا كوكي ايكوال اي بي سي. حلو، جيت افتح الموقع هنا لقيت برضو هنا كده الكوكي الجديده بقى كوكي ايكوال سي دي اي. فانت تعمل ايه؟ انت تجرب تشيل السي ديت
والله لو قبل يبقى هو اصلا ما بيشيكش على على اللينس بتاع الكوكي اصلا، ما بيشيكش عليها من البدري. طب لو ما قبلش، يبقى اعرف ان انت ممكن تحاول تعمل ايه، تحاول تاخد الكوكي التانية تحطها في الريكوست بتاع مين، الاولى، وتجرب تبعت. قبلت، يبقى هو عامل ايه، مش رابط الكوكي بمين. هي دي بقى الفكره، مش رابط الكوكي بالايه، بالسيشن. مجرد ان هو اصلا لقى كوكي فعلا عنده، ما تاكدش ان دي سيشن ودي ايه، سيشن. والكلام ده انت هتستفيد منه في ثغره السي اس ايه، سي اس ار اف. ان انت هتلاقي ان حد من عندك مجرد ان هو عمل اكونت وعمل كوكي وحطها، عارف ياخد السيشن بتاعته. Together لو we خد can be السيشن بتاعتك whatever we خلاص يا want, باشا، free هيبقى from معاه want, الايميل، free from يبقى معاه responsibility, ريسيت باسورد، free to have ياخد fun. يلا يا باشا اكونت You do like fun, don't you? ماشي. تقوم واخد لك على طول ثغره كريتيكال. Together we can be فحاجه زي كده مهمه جدا جدا، ولازم حوارات الربط دي. ويعني لو انت هتسيرش برضو، عايزك تسيرش الفروقات بينهم تاني بالتفصيل، واعرف الربط بينهم بيتم ازاي، سواء الكوكي بالتوكن او الكوكي بالسيشن او رجع لنا بالريسبونس، والريسبونس رجع لنا بس. فدي بصفة عامة الفكرة بتاعت ال HTTP والريكوست. خلينا بقى نتكلم عن ايه، عن ريكوست برضو بتفصيل اكتر من كده شوية، ونعرف الانواع بتاعت ال HTTP ريكوست. حد عارفهم؟ لو عارف الانواع ارفع ايدك كده وقول لي. ماشي، اتفضل يا محمد. قصدك على الجيت والبوست والكلام ده، ولا قصدك على حاجة ايوه تانية؟ بالظبط ماشي اوكي. ال الجيت، HTTP ريكوست يا محمد. اوكي. مم. الجيت دي بنستخدمها لما تحب تجيب معلومات من السيرفر، سواء مثلا انت اول مره تخش على او انت داخل على الويب سايت عامه. فهو انت داخل على الويب سايت مم. بتحتاج تعمل تداونلود الويب سايت نفسه بقى، اللي انت مثلا الصور الحاجات دي كلها، فبتحتاج انك تعمل جيت للداتا. تمام. مم. بعدين مثلا عايز تعمل لوجن على الاكونت بتاعك، فاللوجن ده اللي هو مثلا متكون من يوزر نيم وباسورد، فدي في معلومات انت لازم تبعتها للسيرفر عشان يتاكد منك اذا كنت انت ولا لا. فدي بنستخدم مم. فيها بوست ده، لو انت بنستخدمها عشان تبعت معلومات للسيرفر. ممكن تبعت معلومات للسيرفر بالجيت، بس دي بتتبعت في اليو ار ال وما بتبقاش امان، لان يعني الجيت لو هتبعت داتا فبتتبعت معاك في اليو ار ال، عكس البوست بتتبعت في البادي نفسه. فاهم؟ بالظبط. مم. بعد كده عندك البوت دي بنستخدمها لما هتعمل ايديت على حاجه. عندك ديليت لو هتمسح حاجه من السيرفر. جميل. ايه تاني تقريبا، عندك ابديت. بص مم. الفرق ما بين البوت والابديت ممكن يلخبطني شويه. تمام، انا ممكن تشرحه يعني. تمام. وحاجه طيب. كمان ممكن كمان تبعت للسيرفر اوبشن او اوبشنز، هو السيرفر بيرد عليك يقول لك ايه الاوبريشنز اللي هو بيقبلها يعني. الميثودز اللي مسموح بيها في السيرفر. بالظبط طيب ماشي. حد عارف الفرق طيب بين الباتش والبوت والابديت؟ ماشي، اتفضل يا احمد. باتش بيعمل تعديل لحاجة صغيرة من البيانات. ايه تاني معلش؟ أنا اللي أعرفه يعني مم. الباتش ده بيعدل حاجة بسيطة في البيانات، شيء صغير. ده الايه بالظبط، البوت؟ الباتش الباتش بتقول ايه تاني؟ بيعدل جزء صغير من البيانات، يعني ماشي. البيانات كلها يعني. صح. تمام. أما البوت بقى بيعدل كله، يعني بيعدل كل حاجة. بالظبط. طيب ايه الابديت؟ معرفش الصراحة. ما فيش ابديت اصلا. ماشي، هو انا غلط بس انا قلت اسوحك يعني. دي من عندنا دي. اي، انت دي اخترعتها بس قلت اشوف هيصدق ولا لا. لا بس بيستخدموها في السيكوال على فكره. مش غلط ماشي، قوي هي دي يعني. سيكوال.
حبيت سيكوال بس هي مش من ال HTTP requests خالص، مش من الميثودز. طيب انت زي ما انت قلت صح، البوت انا ببتدي ان انا اغير البارامترز بتاعه الريكوست تماما. بمعنى ايه؟ مثلا خلينا نوقف مثلا ريكوست كده عشان نشوف اهو. set repeater اهو. انا لو غيرت الميثود دي خليتها بوت. حلو. ايه اللي بيحصل بقى؟ بقول له مثلا غير الايه، مثلا الايدج ده خليه مثلا 25 واليوزر نيم ده يبقى SST. لو خدت بالك انا غيرت كل حاجه، ماشي، غيرت اليوزر نيم وغيرت الباسورد، كل البارامترز اللي موجوده انا غيرتها كده. انا فول ايه، فول ريبليس، يعني انا غيرت كل القيم، ماشي. طيب اما بقى لو انت عايز جزء بس من الريكوست تغيره او تغير من البارامتر، فانت ممكن تستعملها بالايه، بالباتش. حلو. الباتش ان هو انت هتغير بارشال ريبليسمنت، هتغير جزء بس معين، وليكن مثلا تخلي دي 26 وتخلي دي زي ما كانت مثلا، ماشي. طيب حاجات زي دي خلي بالك، انت هتلاقي معظم الريكوست جيت وبوست بس. خلي بالك قوي من كلمه ريكوست والبوت والباتش. لو خدت بالك هنا ان الموقع ده اصلا مش بيعمل فاليديشن على اي حاجه، فالرد بتاعه رجع بايه؟ ب 200 اوكي. حلو. طيب فاكرين انواع الردود ولا لا؟ بص، حصل عليه ديدوس اتاك عامه دلوقتي. حد عارف الانواع بتاعه ال HTTP responses؟ ماشي، قول. ماشي اوكي. لا اخش يا يوسف، بس نغير برضه. ماشي محمد ابدأ سجل من دلوقتي، خلي الناس اللي فاتها شوية دي تفوتها حبة يعني، عشان برضه. اوكي تمام، ماشي، ثانية واحدة. خلاص قشطة. قول يا يوسف.